بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مظبوطة. هنعمل مع بعض أحلى وألذ رز بلبن طعمه حكاية يا جماعة. يلا بسرعة نشوف الطريقة. أول حاجة معايا نص كوب من الرز بالأكواب المعيارية، هغسلها كويس جدا. تمام كده. وبعدين هبتدي بقى أضيفها وأضيف عليها مية وأرفعهم على النار. اضيفها بقى في حله او كزرونه كده. تمام كده. وابتدي ان انا ارفعهم على النار. اهم حاجه نضيف لها ميه كويس، تكون مغطياها يعني بمسافة كبيرة. تمام كده. وابتدي ارفعهم على النار. اول ما تغلي الغلوة مفيش دقيقة واروح قافلة عليها النار واغطيها لمدة ما تقلش عن نص ساعة. تمام كده. هنا بقى اللبن رفعته على النار عشان يغلي، وهنا جهزت كوباية من اللبن كبيرة عليها 3 معالق كبار من النشا. هقلبهم بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام. هضيف بقى مقدار النشا كله واقلبه، اللي هم الثلاث معالق كبار. انا ابتديت بالمقدار ده، طبعا على حسب نوع النشا بتاعك. الرز بلبن يعني القوام ده بيتحدد على حسب نوع النشا. تمام كده. تعالوا نشوف بقى الطريقه. اول حاجه خلاص اللبن رفعناه على النار وابتدى يغلي بقى بالشكل ده. هبتدي انزل عليه بالرز على طول. تمام. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي اسهل والذ طريقه هتاكلوا بيها رز بلبن. تعالوا بقى نشوف. بعدها هبتدي ان انا اقلبه كده بالمضرب السلك. اول ما ابتدى اللبن كان يدخل في الغليان نزلت عليه بالرز وعماله بقلبه مستمريه في التقليب. بعدها ابتدي اضيف عليهم نص كوبايه من السكر. تمام كده. واقلب. طبعا السكر حسب الرغبه، تقدري تزودي عن نص كوبايه براحتك خالص. هبتدي بقى اقلب لحد ما السكر ما يدوب. تمام كده. بس بعد بقى ما اقلب بقى كويس جدا ويبتدي ان هو يدخل في الغليان، هبتدي اضيف عليهم نص كوبايه من القشطه. القشطه دي وش اللبن يا جماعه. هبتدي بقى اقلبها بقى كويس جدا. عامله لكم رز بلبن بالقشطه حكايه. وهنقلب بقى زي ما انتم شايفين. وبعدين هنبتدي ننزل بالنشا. هبتدي انزل بالنشا واقلب اكون مستمريه في التقليب. وطبعا في ايدك، لو انت بالنسبه لك قوام الرز بلبن تقل قوي منك تقدري تضيفي لبن. تمام كده. طب ولو هو لسه خفيف نقدر نزود ربع كوبايه من اللبن كده عليها معلقتين كبار او معلقه كبيره من النشا. تمام كده. طبعا زي ما قلت لك ان القوام ده بيتحدد على حسب نوع النشا بتاعك. انا عايزه اقول لكم طريقه الرز بلبن دي حلوه جدا وجميله جدا. وسهله قوي. دي طريقه مامتي. انا ما باكلش الرز بلبن من بره اطلاقا. انا ما بعرفش شكله الا من ايديها، اللي هو الرز بلبن اللي هي بتعمله في البيت. وبصراحه ده لذيذ جدا، جربوه. بعد بقى ما ابتدى يغلي معايا خلاص وكان دخل معايا في القوام المظبوط، هنزل عليهم بنص معلقه من الفانيليا. تمام كده. واقلب بقى كويس جدا. كده خلاص ممتاز وجاهز معايا. هرفعه بقى من على النار. شايفين القوام؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هبتدي بقى هنا جبت قوالب فويل بالشكل ده. هبتدي اضيف فيها رز بلبن. عايزه اقول لكم بقى ان انا مش هضيف الكميه كلها في القوالب الفويل. انا برضو في منها هضيف جزء كده منهم في علب بغطا. تمام كده. عشان ما تاخدش مني مساحه وانا وهشيلها في التلاجة. تمام كده. لما احفظها في التلاجة ما تاخدش مني مساحه. العلب دي جميله جدا. انا ما بستغناش عنها بصراحه، سواء بقى في قمر الدين، في رز بلبن، في عاشوره، اي حاجه انت عايزه كده تعمليها وتبقى معلبه وما تاخدش منك مساحه، بجيبهم على طول وبحط فيهم بحفظها في التلاجة زي ما انتم شايفين كده. العلبه اهي بالشكل ده. تمام كده. انا عايزه اقول لكم كمان ان انا السنه اللي فاتت قدمت لكم برضو الرز بلبن، بس قدمناه بالفواكه بطريقه سهله جدا وكانت تحفه. وعملنا منها كذا طعم بالشوكليت، وعملنا منها بتوبينج الفراوله. تقدروا برضو ترجعوا للفيديو ده، هتستفادوا منه جدا، لان الفيديو ده احنا خاص بالرز بلبن اللي بالفرن. هنا بقى جبت نص كوبايه من الكريم شانتيه عليها ربع كوبايه كده من اللبن وقلبتهم بقى كويس جدا. وهبتدي بقى اضيف عليهم الكريم شانتيه بالشكل ده على وش الرز. شايفين الجمال؟ بعد بقى ما وشه بقى كرمش كده وبقى ممتاز، هبتدي بقى اضيف بقى عليه ال الكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين الكريم شانتيه اللي انا استخدمته ده من غير سكر خالص، كريم شانتيه خام. عليه ربع كوبايه كده صغيره من اللبن. يا دوب بس دوبتهم بس قلبتهم بس فيه. وهبتدي ان انا افرد عليهم الكريمه بالشكل ده. شايفين كده؟ هبتدي بقى احطهم بقى على الصينيه. تمام. ارصهم بقى على الصينيه واكون مشغله الفرن من قبلها مسخناه. لكن هفتح عليهم الشوايه بس مش الفرن. تمام. هدخلهم بقى على الشوايه وبس. اهم حاجه يكون الفرن سخن عشان ما ياخدوش مننا وقت كتير. فانا سخنت الفرن وبعدين قفلت الفرن من تحت وشغلت الشوايه عليهم. وهياخدوا معايا لون في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. هياخد اللون الذهبي المكرمل ده. يا خبر ابيض على الجمال. مش قادره اقول لكم على جماله وجمال طعمه.
جربوا يا جماعه الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. وبكده قدمنا مع بعض احلى والذ رز بلبن، تقدروا تعملوه بسرعه جدا واحلى بكتير من بره. جربوا الطريقه هتعجبكم. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي، رمضان كريم.